السلام عليكم، على سلامة تونس. مرحبا بكم، مرحبا بكل المتابعين الأوفياء. أهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية الطيبة. آه، مداخلة أو لايف آخر تفاعلي جديد على المنصة هذه. أهلا وسهلا بكم حول بعض الأحداث في تونس. والموضوع اللي نحب نحكي فيه الليلة اللي هو حقوق ذوي الاحتياجات الخصوصية في تونس. بالطبع نحب نشير كذلك إلى المظلمة يتعرض لها التلميذ في قروان، واللي موقوف عنده مدة في الإصلاحية. تم افتكاك تليفونه رغم أنه كل التلاميذ كانوا قدام المعهد يصوروا، وطالب السلطة بالتدخل، وطالب زاد رئيس الجمهورية باش يتدخل في هذا الموضوع ويطلق سراح التلميذ الذي تم التعسف عليه. شفت الفيديو، أنا نزلته على التيك توك، لكن تم حجبه وتعقبت عليه لأنه فيه كلمة أعتقد، فيه لفظ نابي، وكذلك يعني عندهم عنف. ما فهمتش أنا، ثم فيديوهات عنيفة تقعد والفيديو نهبط ولا يتنحى. غريبة. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم. نستناو شوية حتى. أهلا وسهلا. مأخر عاد قد شوية، الله غالب ظروف الوقت. أهلا بتجو، مرحبا بك. مساء الخير. خويا نحيو عربية، فك علينا بالفرنسية، احنا الفرنسيين نحبوا نحيو، نحبوا ندخلوا الإنجليزية. قول لي مساء الخير أحسن، ولا جود ايفنينج. جود ايفنينج. How are you everybody? Welcome to this live show by إسام برانكو. الصوت أعتقد واضح. هاي باهي، خير كيف خير. أهلا وسهلا. نبارتاجي ولا كيفاش نبارتاجي هذا؟ حطوها. جمعة أهلا، مرحبا بك. أهلا يا جماعة، مرحبا. ألو. أهلا وسهلا. مش يا جماعة تخلوا المفيد. الموضوع نتاع الليلة نحب نحكي فيه معاكم ونتبادل الآراء، لما لا، اللي هو حقوق ذوي الاحتياجات الخصوصية في تونس، وما يتعرضوا له يعني. بصراحة نشوفوا احنا الواقع يفرض نفسه، وما غير مزايدة وما غير شعبوية، اللي ما عندهم حتى حقوق في هذه البلاد. ما عندهم حتى حقوق. مساء الورد. قولوا. إذا ثم موضوع شاغل الرأي العام بتاع ذوي الاحتياجات الخصوصية، لأنه نحس أنا بصراحة اللي عندهم رأي عام خاص بهم، وكأنهم ما همش تابعين تونس، ما همش تابعين مواطنين عاديين. تو يقول لك ناس تقول لك احنا البشر العاديين ما لقيناش حقنا، فما بالك بذوي الاحتياجات الخصوصية. لا، هو البشر كيفنا كيفه، وبالعكس هم عندهم أولوية. الموضوع اللي شاغل يعني بالهم هو التشغيل ذوي الاحتياجات الخصوصية، وكذلك السيارات، الامتياز الجبائي يعني لذوي الاحتياجات الخصوصية. تعرفوا في تونس عندنا قانون يسمح بتوريد سيارة يعني لذوي الاحتياجات الخصوصية، لكن الإجراءات يعني متاعها طويلة ومضنية ومتعبة للأسف الشديد. كل شيء عندنا البيروقراطية المقيتة هذه اللي ورثناها على الاستعمار الفرنسي تعبتنا برشا، تعبتنا برشا برشا. هو إنسان، أنت عندك أنت واحد جهة خصوصية، جاب سيارة، تدخل ديريكت، تخرج في نهارها، جيب وجيب عنده بطاقة إعاقة. وأنا نحب نوسعها هذه، أنا عندي باش نحطها في برنامجي إن شاء الله. مش كان اللي عنده إعاقة عضوية عنده الحق في السيارة يجيب من برا، حتى اللي عنده إعاقة نفسية
ثم ناس اضطرابات عندهم اضطرابات طيف التوحد، ثم فهمني اطفال، ثم شباب، ثم ناس عندها مشاكل نفسيه، امراض عصبيه، ما يجيبش يسوق. اي يجيب، عنده الحق يجيب مركبه او عربه، اذا عنده فلوس يجيبها يوردها من الخارج، ما يخلص عليها حتى فرنك، ويسوقها واحد من عائلته هو معاه يبدا موجود، على شرط يكون هو موجود معاه. لازم نوسعوا ونطوروا في القوانين ونطوروا في المكتسبات، لانه القانون ماهوش قرآن، القانون يتطور حسب الحاجه من المجتمع. علاش انا فني القانون هذا يقتصر فقط على جماعه اللي عنده اعاقه عضويه؟ لا، حتى اللي عنده اعاقه نفسيه كذلك عنده الحق باش يجيب سياره مركبه يعني يستنفع بها. لازم هو يعني ربي ابتلاه بمرض، احنا في العراق في كدوله نسهلوا له، احنا ما نخدموش فيهم او نسهلوا لهم في اجراءات. الدوله إذا لازم تتحمل مسؤوليتها. مسعود، مسعود مرحبا بك. مرحبتين. اهلا وسهلا مسعود الجبالي، نورتنا يا الله اخويا. يسلمك، حالك طيب؟ اهلا وسهلا، منين اخونا الغالي؟ من ليبيا يا اخونا. اهلا اهلا بالليبي. تحيه كبيره الى الشعب الليبي المناضل والشعب الليبي الشقيق والشعب بزود. الليبي اللي هو الشعب التونسي. في بالك احنا من المفروض نكونوا دوله واحده، اتفاق بتاع جربه تعمل بين كيف يا بورقيبه خوت والقذافي وجيران مشى بجودة على روحه. بيك يا غالي. نعم. خوت وجيران بجودة بيك يا غالي. يعيشك يعيشك، ما ثماش فرق بين ليبيا وتونس، المفروض ما عندناش حدود، المفروض الله الحدود بيناتنا يسلمك. محلوله. الله يسلمك يا حاج. شنو نعاود غادي في ليبيا؟ مشى اخونا مسعود مرحبا بك. تحيه كبيره الى الشعب الليبي الشقيق، الشعب الليبي والشعب التونسي. يعني تعرفوا العلاقات التاريخيه بيناتنا، ليبيا عاونت تونس برشا وتونس عاونت ليبيا برشا. تونس كانت يعني الباك اب نتاع ليبيا وقت الامبارجو اللي عاملينه في الامريكان واوروبا على ليبيا، وكذلك ليبيا عاونت تونس برشا في الطاقه وفي الاستثمارات، العديد من الاستثمارات اللي تعاملت في تونس، وطرقات وبنيه تحتيه عملها فهمني الراحل معمر القذافي والشعب الليبي. تحيه كبيره الى الشعب الليبي الشقيق، ونتمنى ان العلاقات بتاعنا تزيد تتقوى وتزيد تتمثل، ومع كل الدول العربيه كذلك. شوف اكس فاكتور، القانون، القانون يتطور ويتغير ويتنقح. آه، وصحيح ثم قوانين فيها ثغرات. انا المصيبه تو اللي عندنا في تونس المرسوم 54 هو اكبر مصيبه. هذاك في مش ثغرات، هذاك يعني سبوتاج، يعني اي انسان ينجم يستعملوا لاغراض فهمني شخصيه، ويدوروا اي واحد تو فهمني يتكلم او ينقد الشان العام. كيفاش جو؟ للاسف مش الكل ياخذوا 200 دينار، اللي حالته ميسوره ولا اللي امه تخدم ولا ما ياخوش. تحل، نحب نحل القوس انا تو. وهذايا، وهذه يعني فضيحه، صراحه فضيحه في تونس. وهي يعني السياسات القديمه من اللي استقلت تونس الان، نحب نحكي عليه الموضوع هذا تابع يعني الصعيد الاجتماعي، المجال الاجتماعي بصفه عامه. انت كيفاش في بلاد تحترم نفسها، المواطن التونسي اللي ما يشتغلش والعاطل عن العمل، ولا اللي ما عندوش سي ال اس اس ولا سي ال ار بي اس، ما عندوش الحق يتداوى في السبيطارات العموميه الا بالفلوس، ما عندوش تغطيه اجتماعيه صحيه. هذه راهي مصيبه. هذه الفكره. يعني المشكله طرحتها العديد من المرات، واعطيت انا تصور كامل، اعطيت تصور في صفحتي في الفيسبوك، اعطيت تصور في الحاله هذه. انا قلت الصناديق الاجتماعيه هذه السي ان اس اس والسي ال بي اس تنحى، تقعد دورها كان يعني التقاعد فقط، صناديق التقاعد، يولي ثم يعني تامينات صحيه تتعطى يعني الى الشركات العموميه والشبه العموميه والخاصه، كما صاير في بعض العديد من البلدان في الخليج العربي. تدخل تخدم يعطيوك كارت دو لاسيورونس بالسنه، ما تخدمش الدوله تكفل بيك. ويقعدوا الصناديق الاجتماعيه نتاعنا هذه الكنام والسي اس اس والكنام والسي ان ار تتلها، يعملوا صندوق موحد بيناتهم، يتم دمجها كلها في مؤسسه واحده،
تعتدي بالعاطلين عن العمل والفئات الضعيفة، واللي ما عندهمش كثافة، اللي ما عندهمش تغطية صحية وما إلى ذلك. والقوة العاملة في الوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص يكونوا مؤمنين عن طريق الشركات الخاصة والشبه العمومية، اللي ميتويال كما نقول واحنا توا، اللي عندهم تكون معممة في القطاع الخاص وفي القطاع العام. تجدد التأمينات بتاعك، كل ما تجدد عقدك تجدد التأمين بتاعك. أنت خدمت 6 شهور طردوك من الخدمة، نزلوا عندك 6 شهور، لك 6 شهور أنت مؤمن صحيا حتى تلقى خدمة أخرى، تكون عندك بطاقة، تكون ثم رقم من زاد كذلك. يعني ثم برشا افكار وبرشا تصورات وبرشا اطروحات. لكن خلينا نرجع للموضوع الرئيسي تاع اليوم ودخلت اليوم، الا هو الاحتياجات الخصوصيه. التوانسه من ذوي الاحتياجات الخصوصيه اللي نظام معهم برشا. تعرفوا في الدول الاسكندنافيه اللي يعني من اغنى الدول في العالم، بدات من الصفر، كانت افقر الدول في اوروبا، بدات من الصفر دمرها المانيا، دمرتهم وقت عهد هتلر، ما خلى فيهم شيء. بداوا من الصفر وبناوا وخدموا، خدموا بعقلية العمل، بعقلية النظافة، بعقلية مقاومة الفساد، ما عندوش فساد. يعني ناس عندها تصور، ناس عندها تصور لبلادها اجتماعي، ناس عندها تصور صحي، ناس عندها تصور اقتصادي، ناس خدمت بلادها ووصلت إلى مستوى يعني. تصوروا انتم اللي انسان ذوي احتياجات خصوصيه في البلاد، في البلدان الاسكندنافيه، يعني عنده حقوق اكثر من الانسان العادي. وهذا هو فني المنطقي، هذا هو المنطق. المنطقي يكون ثم اللي ربي اعطاه ابتلاه بمرض او اعاقه تكون عنده حقوق اكثر من العادي. والعائله اللي تبدا فيها واحد ذوي احتياجات خصوصيه في البلدان الاسكندنافيه يكونوا ظروفهم الماديه خير. علاش؟ ان الدوله تتكفل بكل شيء وتدعمهم اجتماعيا وماليا ونفسيا وتقنيا وكل، على صعيد النواحي. احنا في تونس تلقى عائله فيها 4 و5 و6 ذوي احتياجات خصوصيه، والله جاني انا ميساج نهارات ولا شيء قطع القلب. وعندهم راهو شهائد عليا وما فيهم حتى واحد يخدم، ما فيهم حتى واحد يخدم. اهلا اخويا مجدي، مرحبا بك. سامحوني اذا تتعدى برشا لي كومنتير. تحياتي الى اهالينا في البرمة هذول اللي نزلت. رجعتوا تخدموا مع بتروسيرف توا ولا تبدلت؟ ما عادش بتروسيرف توا، شركة أخرى في الستاب أعتقد، باقي في الستاب. تحياتي يا مجدي وتحياتي إلى كل أبناء تطاوين والعمال الشركات التموين في البرمة اللي يستغلوا فيهم. ناس تطلع في البترول ويعلم به ربي قداش، وناس تخلص تحت الحيط. سامحوني. تونس.com، اهلا وسهلا. آه، ثم امكانيه، ما زلت نفكر لما اتخذ القرار. بعد ماهيش حاجه سهله باش واحد يقرر فيها، لكن احنا فني كما قلت المره اللي فاتت نحضر برنامجي. اذا كان شفت روحي باش نعطي الاضافه للبلاد هذه، علاش لا؟ ديما لا. واذا كان كونت فريق قوي فهمني، ما هي سهله العمليه، فيها برشا تضحيات وفيها برشا خدمه، ولازم اللي باش يجي توا في الجديد يعطي البلوس البلاد هذه. لازم البلاد هذه تقلع نحو التطور ونحو فهمني يعني الرقمنه والتكنولوجيا والتقدم والحريه والديمقراطيه. هذاك مكسب، يعني مكسب لا نتخلى عنه. ان شاء الله ان شاء الله تونس.com ان شاء الله. علاش لا؟ لا السياسه صحيح فيها برشا وسخ، فيها برشا اموال قذره، لكن ما معنى السياسه؟ هي السياسه هي تحكم. تحكم على شنو؟ تحكم ببرنامج، برنامج تقنع به الشعب وتنفذ وعودك للشعب. مش تقول له اي الشعب انت تحب، انت تريد وانا نستنى. حتى شو يريد الشعب؟ الشعب يريد، ما عملوش مع حتى حوار، حتى مع الشباب ما عملوش مع حوار. قالوا استشاره، باهي استشاره. لا، لازم نتحاوروا مع الشباب كما نعملوا توا، كما نعملوا على الصفحات، على المجموعات، على تحاولوا شوفوا، نسمعوا مشاكل ذوي الاحتياجات الخصوصيه كما اليوم نحكي عليهم. ناس واحده توا كرهبه قداش عندها مطيشه في الواحد ما ينجموش يخرجوها. اوراق، جيب هذيك جيب هذيك جيب تمبري جيب شنو. راهو في تونس يمرضوه الانسان.
شوف إيلين، راهو العصابات اللي مسيبة تتحارب بقوة الدولة وبقوة القانون، وتتحارب يعني لازمنا في تونس نعملوا فرق أمنية جديدة تختص بمحاربة العصابات. احنا رانا مازلنا عندنا يعني استعمار داخلي وخارجي، استعمار بتاع فرنسا مازال مكوش علينا، عندنا استعمار بتاع الاقتصاد الريعي والعائلات اللي تملك الشركات العملاقه والبنوك وكذا واللي تقترض منها الدوله. كيفاش تحاربهم؟ اذا كان انت الدوله تقترض في الاموال من عند الناس هذول مش تحاربهم؟ تنجم تحاربوا؟ ما تنجمش. بالطبيعه بابلو اسكوبار اللايف ما ينتهاش، حتى كان ولي رئيس نكلمكم بالقرطاج على التيك توك وعلى الانستغرام وعلى الفيسبوك. تواصل مع الشعب لازم يخرجوا من الحاجه الكلاسيكيه هذه. الحاجات الكلاسيكيه ثم خطابات كلاسيكيه لكن ثم تواصل كذلك مع الشعب. ثم لازم تكون عندك انت كرئيس جمهوريه عندك خليه بتاع تواصل قوم تخدم 24 على 24، تشوفك المشاكل اللي موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي، خاطر تشوفها انت. مواقع التواصل الاجتماعي هي مرآة لما يحصل في تونس. ثم الامن وثم كذا، لكن مواقع التواصل الاجتماعي تلقى فيها مشاكل ما تراهاش، انت ما يوصلوهالكش مسؤوليه. لذلك رئيس الجمهوريه لازم يكون متطلع ومطلع على كل شيء. سلامة. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. مرحبا بكم يا جماعة. مرحبا طلعنا مالش طلعنا. بشير، عايشه، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. مرحبا عصام عايشة. جيتوا معنا اليوم في الموضوع نحكيو فيه على ذوي احتياجات خصوصيه في تونس، وندرى هل تشوفوا انتم اللي الناس هذوما عندهم حقوق في البلاد ولا ما عندهمش، والمشاكل اللي قاعدين يتعرضوا لها. هل الدوله التونسيه قائمه بواجبها مع الناس هذوما ولا لاش؟ قولكم انتم في الموضوع هذا. لا 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 ماهيش قايمة بواجبها جملة. موضوع حساس بالحق برشا. على خاطر عندي شكون في العائلة. فوالا، هذا هو صميم الموضوع. يعني انت تلقى انسان عنده يعني اعاقه عضويه والا نفسيه، ما عنده حتى بريزون شارج من الدوله، ما تعطيه لا عنده كانك البطاقه نتاع الاعاقه يعطيوها له. فوالا هذيك هي بطاقة إعاقة. بطاقه الاعاقه ولازم يجددها كل 10 سنوات، وكان يعني الولي نتاعو يخدم ياخذ فرنك. سامحني، بطاقة الإعاقة هذه ما تصلح لشيء الساعة، كل شيء نكمانديو في الدوام البرة بالفلوس. باهي، بالنسبه خلينا نقول لك على بطاقه الاعاقه هذيك تصلح في السبيطارات، تصلح في النقل العمومي. على كسبيطارات واللي ما يخلص قسط التعريفه. لا مو لا، ايش نقول لك، نعطيه كل واحد حقه، فهمت؟ اي شيء هو من شيء. والمفروض هذيك يعني تعطيه الاولويه في الادارات العموميه وكذا، لكن على ارض الواقع لا يطبق. له تمشي انت اي اداره تلقاها صف طويل، مثلا تجي تقول له راهو عندي ولدي ولا كذا ولا خويا ولا عنده ذوي احتياجات خصوصيه، يقول لك لا شد صف. عقليه زاد بتاعنا تعب شوي. باهي، المهم ثم نحكي هنا على طبقه معينه اللي هي ذوي احتياجات خصوصيه اللي عندهم شهائد عليا. الناس هذوما ثم انا تجيني رسائل كل يوم على بريد صفحتي في الفيسبوك، كان تعرفوها بتاع عصام بلانكو، يعني ناس بستة وبالاربعه وبالخمسه عندهم شهائد عليا وما فيهم حتى واحد يخدم، حتى واحد يخدم العائله، وما عندهم حتى جرايه وما عندهم حتى مدخول، وحالاتهم الاجتماعيه تعب برشا. انت كدوله تحترم نفسك، المفروض عائله فيها ذوي احتياجات خصوصيه 4 دبلوميه واحد منهم على كده يخدم، يدخل انت دب الي بدون مناظره، انت دب الي، وتلقاهم حتى دي جيني راهو في بقاقهم، تلقاهم ناس فمي عندها في مخها مدخول. هذه حاجه ثانيه كنت نحكي عليها، اللي ذوي احتياجات خصوصيه في البلدان الاسكندنافيه. مرحبا بك دوتش. مرحبا. عسلامة. عايشة. عسلامة، مرحبا بك. ذوي احتياجات خصوصيه في البلدان الاسكندنافيه، اللي عايش في السويد ولا في الدنمارك ولا في البلدان هذوما وعنده واحد في العائله من ذوي احتياجات خصوصيه، تلقاه يعني عنده امتيازات اكثر من العائلات العاديه، وعنده فلوس اكثر من العائلات الاخرى. علاش؟ لانه ناس تعرف قيمه البشر، ناس همش يعني من الدين بتاعنا في دين اخر، يعرفوا قيمه البشر ويعرفوا قيمه الانسان ويعرفوا قيمه الانسانيه، ويعرفوا اللي السيد هذاك مبتلى بمرض لازم هو احاطه اكثر من غيره، ويلزم حقوق اجتماعيه واقتصاديه وماليه ومتابعه نفسيه وما الى ذلك. احنا في تونس للاسف لازلنا بعد على الشيء هذا. صحيح. ايش قولكم انتم؟ صحيح كلامك صحيح، مازلنا بعاد برشا.
يلا نلعبوا جولة يلا. شنو كمل لنا هذا عاد الجو؟ يا أستاذ يا أستاذ، كمل لنا لا الموضوع. مش الجو هذه لازمنا نخرجوا منها الساعة، خاطر خليها المداخلة. خليها. لا المداخلة شوية اجتماعية، راهي ما عندهاش علاقة بالجو. اي احكي كمل احكي عادي. اي اي نحب معنا نحب تفاعلاتكم. عايش اعطينا تفاعلاتك، ايش قولك في انت كتونسية، أنا قولك معك إيه؟ 100%. أنا مناصر لإلك. ربي يخليك. عايش منين نتكلم فينا؟ من ليه لبنان. كلمة صحيحة الدخل نورمالمون يلقاو حقوقهم في البلاد هذي، ونورمالمون بالحق يوفروا لهم الظروف الملائمة معناها باش يعيشوا معناها عيشة باهية، وبالحق يعني راهم محرومين معناها من برشا حاجات والدولة معناها مش معاونتهم. صحيح والله صحيح. ثم شريحة أخرى منهم الأطفال اللي عندهم اضطرابات طيف التوحد، اللي مازالوا حتى احنا في تونس المعلمين والأساتذة مازالوا برشا فئة منهم ما يعرفوش معناتها التوحد، الاوتيزم. ما يعرفوش يعني ايش معناتها التروبل اوبسيسيونيل كومبولسيف والتروبل اونفايسور دي ديفلوبمون، ما يعرفوهمش مازالوا. كي يجيهم يعيشك، كي يجيهم يعني طفل في المدرسه للادماج، خاطر ثم عندنا احنا في مراكز الادماج يدمجوه. كي يجيهم طفل المدرسه في هذا النطاق ما يتفاعلوش معاه، يهملوه ما يتلاوش به. يقول لك هو يا اخي انت جيب له برجده معاه تقعد في القسم، ولا فهمني يحتاجوا كلهم ويخرجوه من المدرسه، ويولي مسكين الطفل هذاك يا اما يلقى جمعيه يمشي لها، ولا يقعد في الدار ما عنده حتى مستقبل. هذه حاجه كذلك من الحاجات. هو الحاجه الاخرى المهمه برشا، اللي احنا في تونس عندنا قانون يسمح لذوي الاحتياجات الخصوصيه اللي عنده اعاقه عضويه يجيب سياره من الخارج، ما يخلصش عليها حتى شيء. لكن المشكله ثم الناس اللي عندها اضطرابات نفسيه وعصبيه ما ينجمش يسوق، وهو يتحسب كذلك كما مثل المتوحد، يتحسب يعني فهمني ذوي احتياجات خصوصيه. علاش ما نسمحلوش فهمني يجيب سياره كما الباقي، كما اللي عنده مشكله عضويه؟ خاطر هما يطلبوا عليه بيرمي. يا اخي هو فهمني ذوي احتياجات خصوصيه، لازم واحد يسوق به، خوه ولا ابوه ولا امه ولا اخته ولا عمه ولا عم، يجيب السياره كما الاخر، وهو فهمني ما يخلصش عليها اداءات، ويكون واحد من عائله هو متكفل بالسياقه معه. مش لازم فهمني يعني هو بيد يسوق، هو ما ينجم يتحصل على رخصه السياقه. هما تو القانون اللي عاملينه في تونس يقتصر اسمع، على ونحن إسلام كمان. البي ها. اللي بيقهرك إنه نحن إسلام. هي يعني إسلام على يعني الهوية بس. الناس هذوما يلزمهم رعايه خاصه. راهو ثم مثل يقول لك يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. ثم تعرف في امريكا ليه رمزي عن موضوع حساس وعندي فيه معناها حاجة. في امريكا الاطفال اللي عندهم اضطرابات طيف التوحد عاملين لهم مراكز خاصه يطلعوا منهم في لي جيني، خاطر هذوما كيما اينشتاين مثلا. اينشتاين ميرسي عدى الباك رمزي. اكثر من 7 مرات، ما نجحش فيها البكالوريا. علاش؟ خاطر يطلع بنظريات جديده، يطلع اينشتاين بنظريات جديده. عنده توحد يس. اينشتاين، عنده السندروم داسبرجي يقولوا له احنا وي وي. اوتيست اسبرجات. احنا في تونس لا، احنا في نطيشوه باطفال التوحد وعنده صحيح فيهم بدنا نوابغ. انا نعرف نهتم شكون. فيهم عن اي ما نعطيهم حتى قيمه للاسف الشديد. هذاك احنا لازمنا الدوله بتاعنا تقوم بدورها الاجتماعي، تكون عندها دور اجتماعي قوي. ماهيش حكايه امكانيات، راهو حكايه تقول لك ما عندناش فلوس، مش هذا. كي تو احنا تلهوى كان يجي كي تعطيهم يعني وقت، تعطيهم اراده لهوه عندنا استعداد. يعيش خويا يعيش. عندنا فهمني مختصين يعني في علم النفس والاجتماع بطاله ينجموا يكونوا متطوعين، يعني يخدموا في المراكز في الولايات. احنا ما عندناش يعني في الولايات عندنا قداش؟ عندنا في 26 ولايه تونسيه، ما عندنا حتى عندنا زوز ولا 3 ولايات فيهم مراكز تاع اطفال توحد. الباقي الكل يعاني، الناس الكل تعاني، تمشي جمعيات خاصه ولا تمشي جمعيات شبه حكوميه وما يلقاوش اللهوه اللازمه، ما علموهم حتى شيء. كان هكا اللي عنده الفلوس يمنع، واللي ما عندوش يمشي في السقير. انا مشيت لمنطقه اسمها منطقه العلاء. في القروين اللي في القروين. عندكم شويه 100% حس. يا عصام، 100% أنا معك للآخر. ربي يخليك. شنو احوال الشعب اللبناني خويا؟
مثلكم كلنا بنفس السفينة. كلنا بالهوا سوا. عندكم محافظ البنك المركزي اعتقد حطوه في السجن صح؟ الحمد لله. انت تعيش في المانيا ولا في المانيا ولا تعيش لا في لا، أنا بلبنان هاي بس أستاذ ولاية يا ألماني. راح. بالضيعه ولا ببيروت؟ لا بالضيعة. بالضيعه. بس أنا أستاذ ألماني، بس مش عايش بألمانيا. مم. يقول. حاسين يا انه تشرفت بكم برشا. والله حتى وانت احنا واحد تشرفنا صرفنا بيك بيك يا برشا. جماعة. شنو هي اللعبه هذه؟ فهموني بلي خلينا نفهم. كاس باس. انا اتكلم وانتم تلعبوا قاعدين. شنو هي؟ عادي تنجم تصير راهو في محادثة وتلعب اللعبة هذيك جولة إيه عادية عادي معناها. عادي. شوف خليني نقول لك حاجه. انا متفتح على الشباب. لازمنا نقربوا للشباب. في مشكلتنا في تونس لازمنا السياسي والناشط لازم يسمع الشباب ويفهم الشباب ويعرف الشباب ايش قاعد يعمل وفاش يفكر وشنو يلعب وشنو يسمع والله أنا يا هذاك. عصام حبيت حكيك، هاي فولو. حبيت ربي حكيك يخليك. وعايشة عايش. كمان انا أكيد. نعمل لك ربي يفضل. فولو يا عصام. يعطيك أنا الصحة. عملتها من بكري. يا ايش خويا يجاني على الفيسبوك. كان الصفحة نتاعي فيها اوكي 351,000. وتابعوا شوية الفيديوهات نتاعي في الفيسبوك وأفكار نطرح فيها. فدي والله الشباب افكار التونسي باهية على والاقتصاد. الاخر. برشا أفكار في عجبني والله الموضوع على التشغيل الاخر، موضوع ايه هو يحكي توا انت تحكي في موضوع على اخويا معناها نحكي يعني راه ايش عنده أخوك بالضبط؟ عنده اخويا كما قلت انت توحد. توحد. هاي الدرجات. هو اضطراب. راهو ايه شوف مش بالنسبة. صحيح مش درجة قوية راه هو مش اسمعني. درجة قوية. احنا عندنا مشكله في تونس. يقول لك الاضطراب طيف التوحد هو مرض. هو ماهوش مرض. هو اختلاف. هو انسان مختلف عن الباقي. هو اخوك انت. هو يشوف يروح نورمال يشوفك انت ماكش نورمال. اما بالنسبه ليه كي يبدا ينقز ولا كي يبدا يدورك الحاجه ولا كي يبدا يعمل في اصوات هو هذاك هو نورمال عنده. اما انت اللي ما تعملش يعني انت ماكش نورمال. فهمت شلون؟ وساعات يعني يطلع لك بحاجه بفكره فهمني جهنميه اللي ما تخطرلكش على بالك. تلقى عنده ديدان معينين مثلا. تلقى صحيح عنده صحيح الذاكره نتاعو قويه برشا. يسجل صحيح يحفظ برشا. فهمت شنو؟ يعني قلت لك صحيح. درجات. ما تنجمش تعمل له الديagnostic نتاعو الا لما تشوفه يعني وتعمل له شويه اختبارات. يقرا اخوك انت قداش عمره؟ عمره من عام 2003 معناها عمره 18 19 20 اي هكا. 20 سنه واو. توكل. قرا ولا مشى المركز ولا وي شنو؟ قرا وصل سيتيام اني حاجة هكا. اي سيتيام باهي. اني وصل للستيمانية باهي. يمشي الجمعيه توا يتبع كذا. يداوي تو قاعد يداوي. شوف ما ثمش دواء. راهو مش حكايه دواء. راهو الدواء باش يركح شويه. نقصوا من الهيبر اكتيفيتي. يخليه يرقد مليح. يزيدوا في التركيز. فهمني هذاك الدواء باش ينحي له افكار. خاطر هو شنو عنده افكار تجي افكار. فهمني ساعات يقول لك نحب نطير. يطلع في البلكون يقول لك نحب نطير. انا في باله ينجم يطير. مخه يقول له انت تنجم قريت تطير. فهمت حاجة شلون؟ هكا. يعني لا هما يعني بصفه عامه عندهم افكار تجيهم اللي ما تخطرلكش على بالك. ينجم يقص الكياس ما يغزرش لا يمين لا يسار. يتعدى نورمال. فهمت؟ هذه اي معقولة هذه اي. يلزم واحد فريمون يكون يرد باله عليه. وثاني حاجه متابعه السلوك. راه التريتمون نتاعو كومبورتمونتال. يلزمو متابعه. يلزمو سبور باش يتعب. خاطر عنده برشا انرجي. يلزمو ديما فهمني البان والحمام. فهمني باش تريلاكسي والتيزانه في يدير الليل. اكتيف على الاخر. اي. اما هو راهو ماهوش مرض. راهو اختلاف. يتسمى اختلاف. عنده تلقاه فهمني. لازم باش تلقاه اخوك عنده حاجه دوي فيها. كان تلوج عليه تو تلقى عنده حاجه من الحاجات تلقاه يعني. وكل حاجه شوف تلقاه دوي فيها شد فيه معاه. شوف راهي الحالة مش قوية برشا راهو احنا نعملوا عليه في القضية بتاع الدار راهو يقضي معانا كل شيء يجيب معانا من الحانوت معناها فهمت كل شيء حاجة مش قوية الحالة راهي في تحسن اي. فهمت يعني خاطر يعني هو اسبرجي يتسمى من يعني من تجربه ساندروم داسبرجي. يعني اللي عنده انتراكسيون مع المجتمع ما عندوش كل يعني باهي. هاي اما يلزم متابعه يعني ديما. اي متابعة خاطر فما متابعة عندها 3 سنين راهو الحكاية مش تو فهمت. اي.
يعني انتم فقتوا بيه 3 سنين تاني، نجم يكونوا قبل له وراه من صغير، من عمره 5 سنين ولا من عمره، فهمني، عنده الحكايه هذه غير. اما راهو قد ما يكبر قد ما يتحسن، ما دام انت قلت لي حاجه خفيفه بحول الله. ما هو بصفه شاي عامه راهو لابد. التوحد، اي هو التوحد راهو بصفه عامه ماهوش رزين برشا. يعني المهم ما يكونش عنده اعاقه عضويه، الحمد لله فهمتوا. لا لا. نسلم عليكم برشا، يعطيكم الصحه. خلينا عايشين نتقابلوا ديما هكا في مواعيد. ها، ان عايشه شاء بالشير الله. والداتش مان. شو اسمك الداتش مان؟ دويتش في مان هاي فخري. في هاي في هاي سنزي في هاي سنزي. Ich heiße Fachri und du bist آه Esam. Sprichst du هرسش Deutsch? هرسش فيلكامينج فخري. Dankeschön, Dankeschön, دانك Bruder. بيتا شور بيتا Das شور freut بيتا mich شور. sehr. ايش بقى ام بيسي دويتش، ايش بقى ام بيسي. Aber gut استاذ gemacht. عصام، لانجزم. Gut gemacht. رجعنا الفولو باش نجموا نحلوا مره اخرى ان شاء الله. باهي اوكي، يعطيك الصحة. عايش. هاي نسبة. Bye bye. يلا سلام.